انه الجمهور في الكاس 5000. بشكر جمهور الزمالك العظيم اللي بعد 10 دقائق التذاكر اتكسرت. بشكره انه 5000. النهارده كان في مكالمه بيني وبين الاستاذ احمد دياب، وهنزود ان شاء الله ماتشات الدوري. ليه؟ لان الجمهور المحترم دخله. اما جمهور قليل الادب اللي بيكسر الكراسي وبيشتم جمهور المنافس، انت يا جمهور الاهلي موافق تحصل مجزره تانية زي مجزره بورسعيد؟ يعني هو حضرتك اتعدلت؟ هل هو مكتوب في الدستور والانجيل وكله يعني كل الاديان انك لازم تكسب كل المطوشه؟ هو حضرتك العيال اللي حضروا عنكم وبيشوهوا جمهور الاهلي العظيم، انتوا بتشتموا بورسعيد ليه؟ وبتشتموا الزمالك ليه؟ وبتكسروا الكراسي ليه؟ وبعدين بتكسروا عربيات الجماهير بتاعت مصري ليه؟ يعني نعمل ماتش الاهلي والبورسعيد، الدولة خايفة عليكم فما بتلعبوش في بورسعيد. في مصر بتعملوا نفس برج العرب نفس القصة. تحبوا تلعبوا المصري فين؟ تحبوا نلعب في المريخ؟ ما هو مش فاهم. ما هو برضه، ما احنا الدولة عندها حدود والدنيا عندها حدود. اللي بيحصل ده يا اسطورة مزيفة غلط. طلع بيانات، بدل ما تطلع بيانات تقعد تعيط وتلطم وتشتم في الوداد وتشتم في المريخ وتشتم فيا وتشتم فينا. طلع بيان لجمهور اللي بيطلع بيسيء لجمهور الاهلي العظيم، قول له ده غلط. احنا داخلين على مذبحه جديده تاني بين ولادنا في الاهلي، جمهورنا يعني، وولادنا في المصري من بورسعيد. انما يعني انا بصراحه مش فاهم انت عايز ايه من البلد؟ انا سامع انك انت شغال في جهاز من الاجهزه بتبلغ عن زملائك، سامع، عشان كده سايبينك. مش كده. اوعى تقول لي تاني بقى لو حصلت مجزره اصل مش عارف مين موت مين. لا يا جماعه، انا ما اخدش يافطه مكتوب عليها يا بلد بالا مش عارف ايه انتوا ما فيكوش رجاله، وبعدين العيال يضربوا بعض ويحصل تدافع واولادنا هنا يموتوا واولادنا هنا يموتوا. ما هو ده كان ممكن يحصل امبارح. طلع لي كده صوره الاتوبيسات اللي مكسره والدم اللي مالي الكراسي. في شاب من بورسعيد عامل فيديو بيحكي القصه، كان موجود، عايزين نسمعه، سمعوا للناس كده. عظيم، شغال عم مثبتها عندي خلاص. فاضل 30 40 كيلو اروح مشغل شعب اسكندريه. شعب اسكندريه شعب جميل محترم، كلمته واحده، راقي. سيبك من الواد اللي انت سلطته يشتمني ده يا محمد، وسيبك من العيال اللي انت مبعتهم في اللجان يشتمونا في اللجان وفي المدرجات الماتش اللي فات. على فكره شعب اسكندريه هو اللي هيبص لك ازاي. واحد اداك اللعيبه من غير حاجه 10 12 لاعب خلال الثلاث اربع خمس سنين اللي فاتوا وانقذ الاتحاد، وواحد استخسر لاعب تاني، استخسر لاعب واخدينه بالفلوس ما كناش هناخده ببلاش انه يدي لنادي الزمالك. على فكره شبانه قبليها كان عندك على طول على طول قبلك يعني، حتى لما مدافع مش من عندك خدت المدافع، مدافع منتخب مصر محمود علاء. ودي مناسبه برضو عايز اقول لجمهور الزمالك، استحمل فريق السله دلوقتي من فضلك، استحمله. انت بتعمل احلال وتجديد. واوعى تنسى انه برضه محمد مصلحي خد منك احرف لاعب سله في فريقك، الواد ابو طفيره التافه. بس هو الحاجه الوحيده العزاء ليا انه ما خدوش مني انا، خدوا من حسين لبيب ولجنته. تاني خدوا من حسين لبيب ولجنته. واحنا طبعا عارفين ان اتحاد السله مسيطر عليه عمرو مصلحي، ده عضو مجلس اداره اخو محمد، وسقف لي على الاتحادات، اشكرهم لي. برضو جمهور الزمالك العظيم المحترم، انا قاري من امبارح عمال اقرا ايبوكا تعاقد، ايبوكا تعاقد، بص حاجه من الاثنين. بوكا لاعب كبير ولاعب جميل واي نادي يتمنى يكون عنده. قبل ما اكمل بس معانا سياده النائب سليمان وهدان ملك حزب الوفد. حزب الوفد ده لما تشوفي قصه اللي كتبتها لميس جابر اللي هي قصه الملك فاروق، الوفد ده حزب عظيم وعايزينه يدنه عظيم. الحزب ده الليبرالي رقم واحد في مصر، ده حزب مصطفى النحاس. مصطفى النحاس ده اللي محدش عارفه، ده
الملك فاروق حب يغتاله 3 4 مرات، منهم مره رمى القنبله جت في الناموسيه بتاع السرير. مظبوط كده يا باشا. وكان معاه في الوقت دون الله يرحمه الاستاذ سيف الغزالي ابن الحلميه الجديده، اللي هو والد الله يرحمه جهاد الغزالي. تخيلوا بقى القنبله اترمت جت في الناموسيه. كان زعيم. الزعيم ده لما مات في 64 انا ما اتذكر 64 كان جمال عبد الناصر معتقل كل الوفد رميهم في السجون. طلع ملايين في جنازة هذا الرجل. ده حزب الوفد، واللي مش عارف قيمة حزب الوفد يروح. حزب الوفد عمره ما كان فلوس، حزب الوفد طول عمره هلال وصليب. حزب الوفد طول عمره الحزب الوطني الحقيقي، مش الحزب الوطني. طبعا حزب الوطني مصطفى كامل ده كان زمان، لكن بعد كده بقى احمد عز والكلام ده خربوا الدنيا يعني. يا رب حزب الوفد يرجع تاني حزب الوفد. واحد يقول لك انت مالك وبتاع، انت مال امك، اقول اللي انا بيجي في دماغي بقوله. انت مالك، اهي رسائل ببعتها. نرجع بقى لابوكا. ابوكا لاعب كويس جدا طبعا. حاجه من الاثنين، يا اما العيال الصايعه بتروج ان احنا تعاقدنا مع ابوكا عشان لما مفيش تعاقد يقول لك شوف الفاشلين، يا اما ابوكا معروض للبيع. ولما نقول الكلام ده عن طريق ما طبعا اخويا وصاحبي وحبيبي الدكتور محمد ابو عينين يقول لك ايه، روح خد ابوكا، مش انت قلت ابوكا، فبلاش ده والنبي. اللي بنتعاقد معاه بنعلن ان احنا تعاقدنا معاه بعد اذنكم. بلاش الحركات دي مع واحد متربي في رود الفرج حوريها يعني. نقعد نشاء الكلام ده، ما جيش ابوكا فاشل. يا ميدو تيجي عندنا ذخيره من اللاعبين، تعال اختار مجانا هديه من نادي الزمالك، ودي مش اول مره. ما احنا مدين محمود علاء للراجل الاصيل محمد مصلحي من غير حاجه، ما خدناش منه جنيه، والراجل رد الجميل على طول ووفى بكلمته. هنعمل له ايه؟ مع ان بقى اسكندريه دي كلها رجاله. انت عارفين انا اول ما بوصل لاسكندريه كده طريق الصحراوي بشغل اغنيه بتاعت بين شطين وميه، يا اهل اسكندريه غاليين عليا. ممكن تشغلوهم عشان شعب اسكندريه يعرف حبي للبلد دي ايه؟ فتن جايالي من الواد الكلب اللي اسمه علاء او علياء كذبه دي. انا مش عارف هي قصه صادق دي. اسلام صادق يطلع كذاب، علاء صادق يطلع كذاب. هو انتوا بتعملوا حاجات عكس اسمائكم. والواد اللي اسمه اسلام صادق اللي قال لك الزمالك دخل النفق المظلم، ده امك اللي دخلت النفق المظلم يالا. ومش هسيبك لغايه ما امشيك من القناه كمان عشان انت قليل الادب. وقلت قبل كده تطلبني عشان لو قلت لك مثال صباح الخير يا سياده المستشار، صباح النور، تروح قايل لي بقى وقال لي عايز امشي فريرة واي كلام انت بتقعد تدبه يعني. فما اعرفش ايه الاسماء اللي عكس العكس اللي بتصرفاتهم دي. فانا حزين على اللي حصل الماتش امبارح بصراحه، وحزين مع احترامي طبعا لاخويا سالم الشمسي، هو شخصيه محترمه. في حاجات ممدوح عيد كتبها غلط في البيان، ومش عايزين ندخل الدول في يعني، مش عايزين نقول ايه بقى والاستثمار الاماراتي هيمشي. احنا في مصر يا ابني، عيب. انا عارف ان الاستاذ سالم الشمسي لو كان قرا البيان ده ما كانش وافق عليه. ما تدخلش كوره رياضه زي ما حصل قبل كده. الراجل تركي الشيخ المحترم لما اكتشف والده العصابه شتموا مدرجات. شتموا مين؟ قالوا طال عمرك كذا. طال عمرك دي معروفه لمين؟ الرياضه لتقريب الشعوب مش لتفريق الشعوب. ما انت لما تشتمني وانا سعودي او تشتم رئيسي او الملك بتاعي او وزيري، ما انا هشتمك برضه، ما انا عندي صفحات زي صفحاتك. فده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني ماتش امبارح بقى، سيبك بقى اللي حصل من الجمهور، خلينا في شفيكه فشيكه الشباشي. ايه اللي عمله سيد عبد الحفيظ ده؟ يوم عيل والله العظيم اول مره يقول كلام صدق، كاتب على صفحته ابعد عن العبيط والجربان والشاذ، انا معاك.
هو في واحد كل ما واحده ست تكلمه تسجل له، حتى بنت اسمها هبه صغيره يا راجل، تبقى عبيط. انت لا تتعظ يعني، انت لاول مره سمعت صوتك وتسجيلاتك. وبعدين البت الثانيه اللي قلت لها قميص احمر واخضر، والبت الثالثه قلت لها اختك بتحب الحاجات دي الاخرى. تمام. فالعبيط هو انت. طب والجربان؟ طب ما نسال مراتك ما بتنامش جنبك ليه؟ انت بتوصف نفسك. طب مين اللي خاله اتقتل في فندق عرفه في طنطا بالجزمه؟ عارف يعني ايه بالجزمه؟ انت بتوصف نفسك يلا، يخرب بيتك. حاجه تقرف. وهو السؤال، هو كاسر عين مين في الشركه المتحده؟ بس سؤال واضح. ده واحد بيعمل فتنه. كاسر عين مين في الشركه المتحده؟ عرفت بقى مين يلا العبيط ومين الجربان ومين الشاذ؟ طب ما تقول لنا السيد رئيس النيابه المحترم محمد بيه خليفه لما قال لك ارفع البنطلون لغايه فوق الركبه، عشان البنت لم كانت واصفه انك انت عندك جرب تحت ركبتك. مين اللي جربان؟ عرفت انك وسخ وهدنك وسخ. يقول لك ايه؟ انتوا شفتوا ما اعرفش حكم اسمه ايه، وليد كان بيبرق لسيد بيه عبد الحفيظ ازاي؟ يعني مش فاهم بيبرق له ازاي ايه؟ هو شغلته يبرق، وانت شغلتك تحترم نفسك وتقف زي الالف جزمه قديمه. ايه اللي موديك عنده؟ هو مش الماتش خلص؟ لا، ده الاخوانجي المحمي. اسالوا احمد موسى. انا ضد الاخوان المسلمين، بس بستضيف سيد عبد الحفيظ عندي. يا جماعه اللي بيحصل ده والله العظيم ما ليه علاقه بالرياضه. وزي ما قلت انا امبارح، هل هو المفروض ان الحكم يدنه مكمل الماتش 10 ايام 20 يوم لغايه ما الاهلي يجيب جون، زي ما البنا بيعمل، وزي ما محمد عادل بيعمل، وزي ما معروف بيعمل، وزي ابراهيم اسمه ايه ده نور الدين بيعمل؟ ما هم دول النجوم بقى اللي هم عايشين في دور النجوم. انتوا خربتوا التحكيم. الشباب الجيل اللي طالع زي وليد وناس ثانيه على فكره غير وليد كتير، شباب محترم. بقول لك يلا جربان ممكن احرش. بيقول لك ايه؟ انتوا شفتوا ما اعرفش حكم اسمه ايه، وليد كان بيبرق لسيد بيه عبد الحفيظ ازاي؟ يعني مش فاهم بيبرق له ازاي ايه؟ هو شغلته يبرق، وانت شغلتك تحترم نفسك وتقف زي الالف جزمه قديمه. ايه اللي موديك عنده؟ هو مش الماتش خلص؟ لا، ده الاخوانجي المحمي. اسالوا احمد موسى. انا ضد الاخوان المسلمين، بس بستضيف سيد عبد الحفيظ عندي. يا جماعه اللي بيحصل ده والله العظيم ما ليه علاقه بالرياضه. وزي ما قلت انا امبارح، هل هو المفروض ان الحكم يدنه مكمل الماتش 10 ايام 20 يوم لغايه ما الاهلي يجيب جون، زي ما البنا بيعمل، وزي ما محمد عادل بيعمل، وزي ما معروف بيعمل، وزي ابراهيم اسمه ايه ده نور الدين بيعمل؟ ما هم دول النجوم بقى اللي هم عايشين في دور النجوم. انتوا خربتوا التحكيم. الشباب الجيل اللي طالع زي وليد وناس ثانيه على فكره غير وليد كتير، شباب محترم. ده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني، بقول لجمهور الزمالك وناس محترمه كتير في جمهور الزمالك، حاجه من الاثنين: يا ندعم الفريق وفريرة،